حظ المصريين من النيل خط أحمر. وعيد مصري لافت أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي. ورغم أن السيسي أكد أن المعركة تفاوضية بالأساس، فقد هدد برد يولد حالة إقليمية من عدم الاستقرار إن تأثرت حصة مصر من مياه النيل. أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. احنا ما بنهددش حد، لو سمحتوا. ما احنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا و يعني صبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، وإلا هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد. يفارق السيسي بتصريحاته الأخيرة مربع الليونة مع الجانب الإثيوبي، والذي انتقد بسببه طويلا، بل اتهمه خصومه بالمسؤولية عن الأزمة بتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015. تعكس تصريحات الرئيس المصري نفاذ صبر واضحا من الموقف الإثيوبي المصر على المضي قدما بشكل أحادي في المرحلة الثانية من ملء خزان السد، دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم تطالب به مصر والسودان. تتزامن التصريحات الرئاسية المصرية مع محادثات المبعوثين الأمريكي والأوروبي في السودان بشأن أزمة السد. وزير الطاقة السوداني أكد خلال لقائه المبعوثين أن توقيت المرحلة الثانية من تعبئة خزان سد النهضة من شهر يونيو إلى أغسطس سيؤدي لانخفاض منسوب المياه بشكل يؤثر على محطات التوليد المائي وإنتاج الطاقة الكهربائية بالسودان. والمناسب للسودان وفق مسؤولين بالخرطوم أن يبدأ الملء من شهر سبتمبر، وهذا ما يقتضي اتفاقا يسبق عملية الملء. وترى إثيوبيا في اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مع مصر والسودان عام 2015 مرجعية كافية يجب أن تستند إليها المفاوضات. هذا ما أبلغه المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي للجانب الأمريكي. المسؤول الإثيوبي أكد حق بلاده في الاستفادة من نهر النيل باعتبارها الرافد الرئيسي لمياهه، مشيرا إلى ضرورة اعتماد القنوات الدبلوماسية لحل الخلاف، وهي قنوات لا تتفق الدول الثلاث على حدودها. فبينما تطالب مصر والسودان برباعية دولية للوساطة، تصر إثيوبيا على الاكتفاء بوساطة الاتحاد الإفريقي، وتواصل من جهتها جدولة المرحلة الثانية لملء خزان السد دون انتظار تبلور اتفاق خلال المسار الدبلوماسي. وذاك مسلك أثار في الساعات الأخيرة تحذيرات مصرية غير مسبوقة قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق.